عندما أوقعت القرعة كأس العالم قطر 2022 المنتخب المغربي في المجموعة كرواتيا وكندا وبلجيكا، ظن الجميع أن الأمور قد حسمت، وأن البطاقتين العبور ستتجه إلى كرواتيا وبلجيكا فقط. أسود الأطلس تركوا كل هذا جانبا وقرروا أن يخوضوا كأس العالم واستعادة أمجاد التاريخ القديم سطره عام 86. عندما غيروا عقلية الاكتفاء بالمشاركة في البطولة فقط ضد كرواتيا، بدأت البدايات وقدم الأسود أداء أكثر من رائع ضد وصيف في النسخة الماضية 2018، وانتزعوا تعادلا من لوكا مودريتش وزملائه، وليس هذا فحسب بل أخذوا جرعة من الثقة أن كل شيء ممكن. وفي المباراة الثانية ضد العنيد بلجيكا الذي هو أيضا طامع في الفوز بالمباراة وتجنب المفاجآت، ولكن ليس مع الأسود. المغاربة روضوا بلجيكا بهدفين رائعين، وإصرار لاعبي وليد الركراكي على الفوز قاطعوا به شوطا هاما للعبور إلى دور ثمن النهائية. وصل المنتخب المغربي إلى المباراة كندا وعينه على الفوز واعتلاء الصدارة المجموعة. المباراة ظن الجميع أنها سهلة وفي المتناول، رغم أن المنتخب المغربي سجل هدفين، إلا أن المنتخب الكندي خلق بعد المتاعب الأسود أخيرا تجاوزها، ووصل المنتخب المغربي رحلته إلى ثمن النهائي ليصطدم بأقوى منافس في البطولة الماتادور الإسباني. وكما كان متوقعا، الإسبان تحرم المغاربة من الكرة بالاستحواذ. بونو كان أسد هذه المباراة إثر تدخلاته أكثر من مرة لحماية مرمى الأسود المنتخب المغربي. عرف أين تؤكل الكتف الإسبان عندما أخذوهم إلى ضربات الجزاء، فهنا الكل متساوي، لا استحواذ ولا عرضيات ولا تمريرات. إنجاز تاريخي حققه المغرب باسم العرب، وكلما قالوا هنا ستتوقف رحلة الأسود جاءهم الرد من الجمهور المغربي: جيبوها يا الولاد. إلى اللقاء.